هاي يا جماعة، هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. خلاص رمضان خلص. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين كده طبعا من عنوان الفيديو ان انا هجرب لأول مرة الميك اب الكوري. هجربه معاكم، ممكن يطلع حلو وممكن يطلع وحش، فالله اعلم. انا هجرب معاكم لاول مره. طبعا زي ما انتم شايفين حاليا انا مرطبه وشي فقط لا غير، حاطه كريم حاطه سيرم، فدي اهم حاجه. اساس الميك اب الكوري يا جماعه هو الترطيب. بشره مترطبه زياده عن اللزوم هتطلع ميك اب زي الكوريين بالظبط. دي اهم حاجه عند الكوريين. ما تقوليش بقى اي حاجه تانية، لو انت مش مرطب البشره كويس حرفيا مش هتطلع ميك اب حلو زيهم. تابعوا معايا في الفيديو بقى احنا هنوصل لايه مع بعض. وما تنسوش عشان تحمسوني ان انا اعمل فيديوز اكتر، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تشيروا الفيديو ده مع كل اصحابكم المهتمين بالميك اب الكوري، عشان نقدر ان احنا نساعد بعض او ناخد تجربة من بعض ونتشجع ان احنا نعمل حاجة جديدة، خصوصا ان العيد قرب. انا بس حبيت اوريكم الترطيب عن قرب، وعدلت الاضاءة شوية عشان تشوفوا قد ايه فعلا البشره بتاعتي مترطبه. بشرتي مش في احسن حالاتها، فانا قررت ان انا هعمل الفيديو ده دلوقتي عشان بشرتي صحيت من النوم لقيتها حلوه، فقلت يلا بينا، هو ده ميعاد الفيديو المناسب ان انا اعمل فيه الميك اب الكوري. بس هي مش احسن حاجه، بس احنا بنحب نفسنا وبنحاول نحسن من نفسنا، وبنحاول طبعا ان احنا نهتم ببشرتنا اكتر واكتر. طبعا الراعي الرسمي النهارده المراعي تريتس يا جماعه، ده الراعي الرسمي للفيديو. هو مجمد. حبيت اوريكم الشنطه بتاعتي بتاعت الميك اب الكيوت، هي دي مرسوم عليها دبه هنا كيوت قوي، وطبعا مليان. اول حاجه يا جماعه، انا كنت عامله اسك على اليوتيوب والانستا عشان تسالوني واجاوب عليكم في الفيديو، بس انا للاسف لسه منزله البوست ده من حوالي نص ساعه قبل ما اصور الفيديو، فطبعا ما جابش كومنتس كتير او ما فيش ناس كتير شافته لسه. انا هاخد الناس اللي هي بعتت لي الاسئله دي من نص ساعه حرفيا، واوعدكم في فيديو تاني هعمل نفس القصه دي، بس طبعا هيبقى مش ميك اب كوري بقى، هنشوف هنعمل ايه المره الجايه. خلوني بس اقول لكم ان الكوريين اول حاجه بيحطوها بعد ما يرطبوا وشهم، ساعات بيحطوا كونسيلر على طول وساعات بيحطوا فاونديشن. انا هحط فاونديشن الاول عشان بشرتي طبعا فيها حاجات كتير محتاجه تختفي، فاحنا لازم نحط فاونديشن. الحاجه التانية هم بيحطوا لايرز بسيطه قوي، مش بيحطوا كتير. هم برضو بيتعمدوا يظهروا ان البشره تكون كده صافيه وجلو، بس في نفس الوقت ما يبقاش الفاونديشن كتير، فاحنا هنحاول نعمل كده. وانا مش واثقه 100% من الموضوع ده. انا هوريكم الصور اللي انا يعني انسبايرد منها، ويعني هنحاول نطلع زيهم، يعني هنحاول يا جماعه، هنحاول، خلونا متفائلين. اول سؤال بيقول من بنوته بتسالني انتي عمرك قد ايه وبتدرسي ايه؟ انا عندي 25 سنه، وشهر 8 الجاي هكمل 26 سنه، مش باين عارفه اني صغيره. اما بقى انا بدرس ايه، فانا متخرجه من كليه التربيه قسم موسيقى. طبعا عشان دايما بشره الكوريين بيضة قوي، فاحنا محتاجين نبيض قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ انا مش هحط درجه الفاونديشن بتاعتي، ولكن انا هحط فاتح وغامق على بعض، هحط درجتي ودرجه افتح على بعض، وهنشوف هيطلع لنا ايه. جبت لكم مانج عشان يسلم عليكم، بس هو يعني مهلك شويه. ده مانج يا جماعه، اللي مش عارفه كده انتوا عارفينه. بصوا انا دايما بحب ادمج بالبيوتي بلندر، ولكن عشان احنا لازم نعمل ميك اب كوري فهنضطر نستخدم الفرشه دي اللي انا اصلا ما بحبهاش، فخلونا نجرب. بسم الله. يعني احنا هنحط لايرز كده، يلهوي. لسه بنقول لا يا جماعه، ده كتير قوي، ده كتير جدا يا جدعان، ده كتير قوي، ده تو ماتش تو ماتش. كان لازم اجيب مرايه عشان اشوف اللي انا بعمله ده، يعني كان لازم بجد اجيب مرايه. وكده انا عملت الفاونديشن. هو دلوقتي هنحط الكونسيلر. انا عندي تو كونسيلرز، عندي بتاع فيتمي وده اللي انا بستخدمه في العادي وكده، بس ده غامق فهنستبعده خالص. وعندنا بقى بتاع لوريال، ده بينك شويه، فاتح ومدي على بينك، وما بستخدموش كتير الحقيقه، فاحنا هنحط منه. بما ان احنا حطينا بقى فاتح وكده، فنتجرأ بقى ونحط منه.
هنستناه شويه طبعا، يعني قبل ما نثبت لازم نعمل كده. هنثبت الاماكن اللي محتاجه تتثبت، او يعني اللي هي تحت العين بس، ماشي، تحت العين كده بس وخلاص وشكرا. هي البشره لازم تبقى جلو، فاحنا مش هنحط كميه في اي حاجه تانية. انا شايفه ان هي كده زي الفل. فوق العين كمان مهم قوي، فوق العين شايفين؟ بس كده. انا عايزه اعمل بيتشي او بينك يعني، بس انا هروح للبيتشي اكتر، مش عارفه ليه، فانا هروح للبيتشي اكتر، فخلونا اللي هو الخوخي يعني. بالنسبه لي انا هروح لافتح لون، وغالبا ده افتح لون في البلد دي كلها، فانا هروح للون ده. اوكي، هحط الاول كبيس، او هحط الاول على كل العين، مش كلها قوي عشان هما برضو ايه يعني جفنهم صغير. هنحط في حته معينه كده، انا مش عارفه اسمها ايه، هي ليها اسم، بس احنا هنحط في الحته اللي هي دي. هتشوفوا احط كده على الجفن كله. هنبدأ بقى نغمق الآخر، من آخر العين للون ده. تحت احنا هنحط من الألوان دي، أنا هختار اللون ده عشان هو الأقرب للستايل اللي أنا عاملاه. تعالوا نشوف هنعمل ايه تحت العين. هما بيرسموا خط بني على الحتة دي كده، الكسرة اللي هي الموجودة دي، فاحنا هنعمل كده. تحسوا بان ان هو هالات سودا، انا مش عارفه انا بعمل ايه في نفسي. بقى الفراغ اللي بين الحته دي والخط اللي احنا رسمناه هنمليه بقى جليتر، هنمليه. بصوا تقريبا كده فل قوي، عسل قوي كده. حاجه بس اللي فاضله ان احنا نحدد خط الرمش باي قلم كحل بني اسود. اهو يا جماعه انا كده حددته ب قلم بني. الفقره دي انا ما بحبهاش، فقره الايلاينر. سؤال بيقول بتحبي القراءة ولا لأ، أو لو في كتاب مفضل ولا لأ. بصراحة أنا ما بقراش كتب خالص، أنا بقرا روايات، فأنا بحب القراية بس حاجات معينة اللي بحب أقراها. مش سؤال تاني برضو بيقول دول حابة تزوريها. كوريا طبعا من أول البلاد اللي نفسي أزورها، وتايلاند نفسي أروح تايلاند قوي قوي قوي، أروحها كده كأجازة بجد نفسي يعني. سؤال بيقول قصة كي دراما حابة تكون أو حابة تحصل معاكي في الواقع. بصراحة كتير قوي، كتير. بصوا انا لازم ارسم الايلاينر ده اوت اوف كاميرا، فانا هرسمه وهجيلكوا. انا رسمته يا جماعة، مش هتصدقوا السهولة اللي انا عملته فيها. بصوا لو انت عايزة ترسمي ايلاينر زي الكوريين، هما بيرسموه لتحت شوية، مش طالع زينا، هما بيرسموه تحت على نفس خط الرموش اللي هي اللي فوق بالظبط. يعني تبصي كده في نفس زاوية قدام كده، وتروحي شد خط، وبكده الايلاينر يكون اتعمل معاهم. ده بالظبط اللي احنا عايزينه. هما ما بيحبوش الايلاينر الاوفر او الكتير، هما ده اخرهم في الايلاينر حرفيا خط رفيع وخلاص. سؤال بيقول ايه هو مسلسلي الكوري المفضل؟ مسلسلي الكوري المفضل هو في كتير برضو، فانا ما اقدرش اختار واحد، بس في مسلسل انا بحبه قوي ودايما دايما بعيده. مسلسل اسمه I Missed You. المسلسل ده انا بموت فيه، هو حزين جدا فانا بحبه جدا. انا اصلا بحب المسلسلات اللي هي بتبقى حزينه قوي، دي مودي قوي في الدراما. في كمان مسلسل بحبه، الورثه، مهما اعيد فيه ما بزهقش منه، بحبه جدا جدا جدا. في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، شفتوا الايلاينر هما بيعملوا ليه ظل من تحته بالظبط، بيعملوا له ظل على طول، فاحنا هنعمل الموضوع ده. بصوا يعني انا حاولت اعمل، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بس انا حاولت تقريبا، هو في العين ده باين قوي، فاحنا هنحاول نقلله من العين. هو انا شايفه ان هو كده كده حلو. الخطوه اللي بعد كده هي الماسكارا. عندي مفاجاه اكتشفتها. شوف انا بتفرج على كوريين قد ايه، الميك اب الكوري الرموش ما بتبقاش رمش رمش كده زينا، بنحب قوي ان احنا نخلي فيه رمش رمش. عندهم لا، ممكن يكوموا 3 جنب بعض، يعني يلزقوا 3 في واحد 2 كده، بتبقى متفرقة كده كل حاجة في مكان. فده اللي احنا هنعمله النهاردة. نرجع بقى للبنت اللي كانت بتقولي مسلسلك المفضل وليه اخترتي المسلسل ده.
في مسلسل اسمه ايدول زكوب. المسلسل ده مش رومانسي، المسلسل ده بيتكلم عن 5 بنات في فرقة كورية، والفرقة دي كانت مشهورة قوي، ولكن حصل حاجات كتير فخلتهم يبقوا في حالة ركود او ان هم يرجعوا في شهرتهم تاني، فبيحاولوا ان هم يلموا شمل بعض عشان يبقوا تاني في القمة، او ان هم يحققوا نجاح واحد بس. وفي ظل ده كله بيحصل لهم حاجات كتير وصراعات، والليدر بتاعت التيم دي في المسلسل هي اصلا كانت في فرقة كورية فعلا، وفي تقريبا 2 تانيين كانوا برضو في فرقة كورية. فالمسلسل ده بيحكي قصة فظيعة يا جماعة، فيها مشاعر كتير. انا عيطت عياط مش طبيعي، مش طبيعي في المسلسل ده بجد. المسلسل كله عبر، كله عبر، عشان الواحد ما يبقاش واقف في مكانه، لا يدور على حلمه ويروح لحلمه برجليه. فبجد المسلسل ده تحفة. جماعة انا هببت عيني. انا ليه بيحصل فيا كده؟ ليه؟ هنستناه ينشف وهنمسحه، لان مش هينفع نمسحه وهو لسه ما نشفش كده. دلوقتي فقرة البلاشر. انا عايزة احط بلاشر يكون خوخي. بيحطوا بقى البلاشر فين؟ مش بيحطوه هنا زينا، بيحطوه هنا، هنا تحت العين كده بالظبط. وده اللي احنا هنعمله دلوقتي بالظبط. انا متحمسه قوي للنقطه دي عشان انا عمري ما حطيت بلاشر في الحتتين دول بس، فانا متحمسه قوي بجد. جماعه جماعه جماعه، انا حاسه ان في كياسه مش طبيعيه، وانا ما بحبش ابقى كيوت اهو يا جماعه. الحاجه بقى التانية وهي الهايلايتر. هما بيحطوا هايلايتر في كل حته. خلونا نشوف هنعمل ايه في الروج. بيحطوا في النص هنا، هنحط حاجه بسيطه قوي قوي قوي، وهنحط فوقيها ليب جلوس. شفتوا الموضوع سهل قوي. هنعمل ايه بقى؟ يعني ليه لا؟ ممكن نحتاج اصدقه. بصوا انا لقيت بتاع نارس ده، فهو اصلا خلصان. في حاجة عايزين نوصل الخط ده بالخط ده عشان الشفايف تبقى كرييتيف كده زيهم. عارفين انتوا الاوبشن ده. نحط بقى اخر خطوة في الميك اب بتاعنا النهاردة، وهي الليب جلوس. مش محتاج مراية ده، لا محتاج. كل حاجة بقت محتاجة مراية يا جماعة. مش عارفة من غير المرايات كنا هنعمل ايه والله. وبكده يكون اللوك جاهز. وبجد يا جماعة انا حاسة ان انا مبسوطة قوي بالنتيجة اللي انا طلعتها. حاسة ان انا انفع والله بجد. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع كل اصحابكم، واكتبوا لي في الكومنتس تحت لو انا قدرت فعلا اوصل الميك اب للميك اب الكوري ولا لا، وانتوا كمان جربوه. هيبقى حلو قوي قوي كمان العيد كتجربة ليكم. ولو حابين ان انا اعمل ميك اب لاي دولة تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.